السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولادي حبايبي طلاب برايم 5، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. ان شاء الله بإذن الله هنرجع بقى للتقييمات تاني، واتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالأجازة. النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض تقييمات ويك 1. نبدأ ان شاء الله. اول سؤال، ووتر كفرز اباوت، الووتر بتبقى حوالي كام؟ 70%. وطبعا الباقي ده بيكون لاند. تمام. هو تقريبا بيكون هي حوالي 72، بس هو هنا اقرب رقم ليها هو كام؟ 70. The space makes up most of the earth of planet earth. طبعا معظم كوكب الارض بيكون عبارة عن مين؟ عبارة عن ايه؟ عن water. طيب the ecosystem consists of، بيتكون الايكو سيستم من ايه؟ قال لك دي واخداها من الترم اللي فات، living organisms and non-living things. living organisms. تمام، تعالى نكمل اللي بعده. from the components of نقط or oxygen and nitrogen. طبعا احنا عندنا four spheres اللي هم الاتموسفير، ده بيتكون من كل الجازس اللي عندنا. عندك بعد كده الجيوسفير، ده بيتكلم عن كل بقى الروكس والسويل وكل حاجه موجوده على الارض، والساند وكل الكلام ده. الهيدروسفير، هيدرو معناها ووتر، فده بيتكلم طبعا عن كل الووتر اللي موجوده بكل انواعها، الفريش ووتر والسولت ووتر بقى، بالسي بالريفر بكل الكلام ده. تمام. طيب عندك بعد كده البايوسفير، ده بنتكلم فيه عن الليفنج اورجانيزمز كلها من هيومن وبلانتس وانيمالز. from the components of نوت oxygen and nitrogen، يبقى ده مين؟ اتموسفير. اتموسفير. اللي بعده the space contain animal bird and fish. طالما هنا خلاص بقى دخلنا على الانيمالز كده، يبقى مين؟ ده بايوسفير طالما في ليفنج اورجانيزم، بايوسفير. اللي بعده water turns into steam by، ان الووتر تحول steam by ايه؟ evaporation. يبقى انا كده هعمل evaporation. تعال نشوف اللي بعده. water is used only for drinking. انا بستخدم الووتر للدرينكينج بس؟ لا طبعا، ممكن استخدمها for bathing، الناس اللي بتستحمى يعني. تمام. استخدمها بقى في ايه تاني؟ في الترافلينج لو انا هسافر عن طريق البحر. تمام. طيب a plant can't grow without water. true، اكيد لو مفيش water البلانت مش هيعمل growing. living organisms need water to survive. طبعا. اللي بعده the components of ecosystem don't interact with each other. لا طبعا، لازم يحصل ما بينها interaction عشان يبقى بين ده الايكو سيستم. اللي بعده the total amount of water on earth is not changed. مش بتتغير والله، ولا بتزيد ولا بتقل، هي النسبة بتبقى ثابتة. تمام. وهنعرف ازاي بتبقى ثابتة لما نيجي ناخد الووتر سايكل. طيب plants need water to perform the process of، البلانت محتاج الووتر عشان يعمل ايه؟ photosynthesis process. the earth's hydrosphere contain، قال لك هيدروسفير، يبقى ده بنتكلم فيه عن مين؟ عن الووتر. مين في دول يخص الووتر؟ قال لك الريفر. water represent space of the earth. ممكن نقول بقى ان هي most of the earth، او ممكن نقول ان هي كام؟ 72%. تمام. طيب ممكن نقول برضو ان هي most of the earth. a living organism represents، وخلي بالك ان هنا برضو ممكن اقول ان هي الهيدروسفير، يعني اكتر من اجابة عامة. living organism represent biosphere. اللي بعده water turns from solid state to liquid state. لو حول من solid لليكويد يبقى انا كده بعمل ايه؟ by melting. اللي بعده human is part of hydrosphere. لا طبعا، من البايوسفير، ادي بايو سفير. what are the uses of water in our life؟ الووتر اول حاجه بستخدمها for drinking، bathing استحمى، traveling، ممكن استخدمها في الكوكينج. تمام. طيب يلا نخش في اللي بعده. water turns from liquid to a solid by freezing. اللي بعده plants need water to do process of photosynthesis process.
اللي بعده water covers about 72%. اللي بعده give reason for the following the importance of water for our life of living organism. انا والله ممكن اقول ان نفس بقى الاستخدامات بتاعت الووتر، ان انا ممكن استخدم ووتر في ايه because it used in many uses as، وهتكتب لي بقى زي ما قلنا مين ان ممكن استخدمها في الدرينكينج والترافلينج والبلانتس، ممكن تستخدمها في الفوتوسينثيس بروسيس، ممكن كل الكلام ده تكتبه هنا. water changes from one state to another in relation to its total quantity. يبقى مالها؟ يبقى water quantity، كمية المية مش هتتغير. ليه بقى؟ والله المية مثلا اللي هتتحول لووتر فيبر، ما هي بعد كده ما هي ستيل في الفورم بتاعت الووتر بس في الجاز ستيت. خدتوا انتوا السنه اللي فاتت، الترم اللي فات سوري، ان احنا عندنا الووتر 3 ستيتس، سوليد وليكويد وجاز. السوليد هو الايس، والليكويد هو الووتر، والجاز هو مين؟ هو الووتر فيبر. فلو انا هحول من ايس لووتر، ما هي ستيل ووتر بس في الليكويد ستيت. هحول من ووتر لفيبر، ما هي ستيل ووتر بس في الجاز ستيت، وهكذا. يبقى ووتر quantity مالها doesn't change. تمام، يلا بعد كده نخش في اللي بعده. الحمد لله. The ecosystem consists of living organism and non-living things. living organisms. اللي بعده water turns into ice by cooling، او ممكن اقول له by freezing. تمام. total amount of water on earth مالها doesn't change. اللي بعده طيب the importance of water for living organism، نفس السؤال اللي كان موجود فوق. هتقول لي برضه ان هو because human used in، تقول لي بقى ان هو في الباثينج traveling cooking drinking، والplant used it in photosynthesis process. What happens water disappeared from the earth's surface؟ ايه اللي هيحصل لو مفيش اصلا water اختفت؟ يبقى there won't be life، مش هيبقى فيه اصلا حياة بعد مين؟ بعد ما يكونش فيه ووتر خالص. ممكن تقول لي the life on the earth will disappear. طيب تعال نكمل. water turns from solid to liquid by melting. اللي بعده rivers represent the space of the earth. طبعا الريفر ده هيدروسفير. طيب water أو plants need water to do process of photosynthesis process. importance of water نفس السؤال اللي فوق تاني. برضو water change from state to another in the relation to its total quantity. هتيجي تقول لي ايه بقى؟ total quantity doesn't change. ولحد هنا تكون تقييمات خلصت بتاعت الاسبوع الاول، واتمنى ان احنا نذاكر بقى اول باول والدنيا ان شاء الله تبقى كويسه معانا. وطبعا هسيب لكم في الديسكريبشن لينك للشانل بتاعت التليجرام دي، اللي هيكون برضو موجود عليها الحل مكتوب كتابه، وهنلاقي برضو عليها كتب المعاصر كلها PDF باعلى كواليتي ممكن تكون موجوده. هنلاقي برضو موجود حل بقى باستمرار، هتلاقي موجود ملخصات، لو موجود مراجعه بوسترز، كل الحاجات دي ان شاء الله هتكون موجوده على الشانل بتاعت التليجرام. لازم تخشوا عليها، كل الماتيريالز بتاعت الساينس كل المراحل هتلاقوها موجوده عليها. وان شاء الله ربنا معاكم ويوفقكم يا رب، ومستنيكم في كل فيديوهات جايه جديده، ومع السلامه.